الامس. خلينا ما بعد لقاء الامس الحقيقه النهارده كان في قرار خاص بكابتن ابراهيم نور الدين حكم اللقاء الامس، لقاء سموحه والزمالك، بالايقاف لاجل غير مسمى. الناس قالت لك ده عشان الاخطاء اللي وقع فيها. لا، هو مش عشان الاخطاء اللي وقع فيها، عشان بس نوضح للناس. هو كابتن ابراهيم طلع برر موقفه بخصوص الفار، وقال ان الفار بيتحط يعني الكاميرات ما بتساعدوش وحاجات من ذلك القبيل. ان احنا بنتظلم ان احنا بالبوزيشن بتاع الكاميرات بيتحط في مناطق كده معينه ما بتساعدش الحكام ولا ما بتساعدش حكام الفار، وبالتالي هنا عمل تصريح تلفزيوني اعتقد بدون اذن او حاجه زي كده. وهنا لجنه الحكام قررت من خلال التصريح ده ومن خلال ان هو اتكلم بدون اذن ان هم يوقفوه بسبب الوضع ده، لكن مش بسبب الاخطاء اللي الناس شايفه ان هو وقع فيها. لا، هو بسبب الحديث او التلفزيوني او الحديث الخاص بيه عن مباراه الامس، وده ممنوع لدى الحكام اصلا انه يطلعوا يتكلموا عن اي مباراه شاركوا فيها. بالتالي بس فقط توضيح الامر بالنسبه لكابتن ابراهيم نور الدين والايقاف اللي اجل غير مسمى اللي تم اصداره للكابتن ابراهيم نور الدين حكم لقاء الامس. طيب، ده بالنسبه لماتش الزمالك.